ننتقل لزميلنا المميز أيضا أمين السبتي. أمين متواجد حاليا في مقر إقامة المنتخب المغربي. أمين، ما هي الأجواء والاستعدادات للمنتخب لديك؟ أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدي قنوات السلام عليكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم. قدم وساق سأترك الكاميرا تشاهد هنا بعض التدريبات استعدادا لاستقبال المنتخب المغربي الذي سيصل على الساعة 7 إلى مطار الدوحة، وسيكون تقريبا هنا في الفندق على الساعة 9 مساء. كما تلاحظون إدارة الفندق، وبعدما يعني كان هناك مسحة أمنية من اللجنة المنظمة ومن رجال الفيفا اليوم صباحا. الآن يتم الإعداد لطريقة يعني جميلة للاحتفال واستقبال عناصر المنتخب المغربي. إذا سمحت السيد أدهم، معي السيد أدهم السباعي وهو مدير الفندق. ما شاء الله عليكم، ترتيبات واستعدادات. ماذا تنوون أن تقدمون كطبق أول للواصلين إليكم هذه الليلة؟ الله يخليك، أهلا بيكم ومرحبا بيكم زي ما بيقولوا في المغرب، وإحنا سعداء جدا وفخورين جدا إن إحنا مستضيفين فريق المغرب زي ما اتكلمنا الصبح، وهم خلاص على وصول، يعني كلها ساعات معدودات قاعدين بنعد. إحنا الفريق كله، الفندق كله مستعد ليهم، مش بس إحنا مش عايزين نحط ديكور وأعلام ومزيكا بس، إحنا كلنا بحماس وكلنا من جوه ومن قلبنا قاعدين مستقبلينهم وعاملين لهم مفاجآت عشان لما يخشوا هم يحسوا قد ايه ان هم كلنا كفندق وكبلد وكقطر كلنا منتظرينهم، كلنا قد ايه مبسوطين بيهم، وهنعمل لهم يعني شويه مفاجآت كده حلوه معاهم. يخشوا مزيكا واحنا هنطلع ونعمل لهم شويه شعارات مغربيه اللي هو بيقولوها في الاستاد وكده، فيبقى كلها حماس. وان شاء الله الاسود الاطلسي يبقوا اسود ان شاء الله عندنا ان شاء الله، وهذا ما يتمناه الجمهور المغربي. ما هي الخدمات التي ستوفرونها للمنتخب ولبعثه المنتخب في الفندق، وماذا خصصتم؟ والله اهم حاجه احنا بالنسبه للفريق لما يجي ان هو يحس ان هو وصل بيته، ودي اهم حاجه، ان هو زي ما سايب بيوتهم هناك في اوروبا زي ما انتم شايفين هناك. والله تمام، تدريب عالي جدا، وانا لسه هشاركهم في الاولي ده كمان. فاهم حاجه زي ما بقول لحضرتك ان هم يكونوا حاسين ان هم في بيتهم، وزي يقولوا هوم اواي فروم هوم من ناحيه الاكل. تمام. إذن كما تتابعون أذاع الكاميرا تأخذ الصورة. استعدادات على قدم وساق لاستضافة عناصر المنتخب المغربي التي كما أشرت ستصل على الساعة 7 اليوم. البعثة تضم 7 لاعبين، 3 منهم من الوداد، في انتظار أن يعني يعود الناشطون في أوروبا فور الانتهاء من التزاماتهم مع أنديتهم. أيضا بطبيعة الحال مع الوفد المرافق هناك عضو الجامعة وأيضا الطاقم الطبي والتقني والمدرب. أمين، شكرا جزيلا لك، وكل التوفيق بالتأكيد للمنتخب المغربي وصود أطلس. كل التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذا الحدث الكبير. غادرت بعثة المنتخب المغربي العاصمة الرباط متوجهة نحو العاصمة القطرية الدوحة. أسود الأطلس من المقرر أن يغادروا لاحقا إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض مباراتهم الودية التحضيرية الأخيرة أمام جورجيا يوم الخميس المقبل، قبل العودة مجددا إلى مقر إقامتهم في الدوحة. الجدير بالذكر أن منتخب المغرب أوقعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا، بلجيكا وكندا، وسيستهل مشواره في الحدث الكروي المرتقب أمام وصيفة بطل العالم كرواتيا في استاد البيت يوم 23 من نوفمبر الجاري.
السلام عليكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا لكم. نايف أكرد يزف الخبر السار لوليد الركراكية وللمغاربة. أكدت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب الدولي المغربي نايف أكرد من العودة للتدريب الجماعية لفريقه ويست هام لكرة القدم، وأضافت أن اللاعب المغربي تعافى بشكل تام من تبعات العملية الجراحية التي أجراها بداية الموسم الحالي. وأضافت نفس التقارير بأن المدافع أكرد سيلتحق بالتدريب الجماعي لفريقه الإنجليزي في 9 من الشهر الحالي. يذكر أن الناخب الوطني وليد الركراكي يترقب عودة اللاعب أكرد إلى الميادين سريعا لمساندة خط دفاع أسود الأطلس خلال كأس العالم في قطر.